الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وهو الكفيل بالزيادة لمن شكر، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد الخلائق والبشر، وعلى آله وصحبه السادة الأنجاب الغرر، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. أما بعد، ها قد انتهى بفضل من الله جل وعلا صيام نهار من أيام شهر رمضان، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. نتكلم وإياكم في هذه الأمسية المباركة من شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، لا فاقدين ولا مفقودين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ العراق وأهله من كل شر، وما ذلك على الله بعزيز. نتكلم وإياكم عن القرآن الكريم ونزول القرآن الكريم، وكيف أكرم الله تبارك وتعالى هذه الأمة، أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بكتاب عظيم يكون في آخر الأديان السماوية، دين ارتضاه الله تبارك وتعالى وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كتاب معجز، هو المعجزة الباقية إلى يوم القيامة. كل الأنبياء والمرسلين انتهت معجزاتهم بنهاية حياتهم، إلا القرآن الكريم فهو معجزة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي أكرمها الله تبارك وتعالى لشخصه عليه الصلاة والسلام. كتاب معجز، ومن أراد أن يتكلم مع الله فليقرأ القرآن. في كل حرف حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الحسنات فيه مضاعفة، والملائكة تحف ذلك القارئ الذي يقرأ القرآن. نعم، لقد أكرم الله تبارك وتعالى الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري أن أعطاه مزمارا من مزامير داود. نعم أيها الأحبة، في السماء ملائكة طوافة تبحث عن حاجتها، وحاجتها في من جلس يقرأ القرآن. يقرأ القرآن في بيت يكون في السماء كالقنديل المعلق يضيء، والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان. وهذا ما أخبرنا به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتابا بين دفتيه من الفاتحة إلى سورة الناس فيه أخبار عظيمة، فيه خبر من كان هم قبلنا، وفيه خبرنا، وفيه جل في علاه أعطاه لهذه الأمة ثوابا وعقابا وجزاء ومآلا. فمآل المؤمنين إلى جنات عرضها السماوات والأرض، والمجرمين المنافقين مأواهم جهنم وبئس المصير. اللهم احفظ عراقنا، اللهم احفظ عراقنا، اللهم احفظ عراقنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا بحق أسمائك الحسنى، يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد. اللهم اجعل هذا البلد آمنا عامرا رخيا محصنا، مدفوعا عنه الوباء والبلاء،
وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم شهداءنا وشافي جرحانا وعافي مبتلانا يا أكرم الأكرمين يا الله. اللهم إنا نسألك لشعب العراق أمنا وأمانا يا رب العالمين يا رب السماوات والأرض. اللهم إنا نسألك الأمان في هذه البلاد يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا هذا الجهد يا رب، منا الجهد وعليك التكلان. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وزد وبارك وسلم. الشيخ عامر البياتي، الناطق الرسمي لدار الإفتاء العراقية في بغداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.